الجيل الجديد بيتسابق عشان يبقى سوابق، عكس الجيل بتاع زمان كان بيتسابق عشان يبقى دكاترة ومهندسين. أنت شايف إيه اللي وصّلنا لكده؟ معلش هما انت عندك البت لغايه الساعه 3 في الشارع، شايفها ماشيه في الشارع لبس فحشاء زي ما تقول. تمام، رقابه من الاهالي مفيش رقابه، امهات مفيش امهات بامانه. الامهات بتغير من بناتها، يعني بتشوف بنتها عامله ازاي في الشارع بتبقى اصعب منها. تاخد انت منها ايه؟ طبعا الاب بيتباهى بده. الاب قبل الام. الاب لما بيسمح لابنه من البدايه بنشأة مش مظبوطه ويلبسه لبس مش مظبوط ويبدا ينميه في الحاجات دي، فالعيل لازم يطلع كده يعني. والله هو اللي بوظ الجيل ده كله برضه التيك توك وعدم الرقابة من الأهالي على الأطفال برضه اللي طالعة. يعني العيل من صغره هي النشأة، فالنشأة انت بتنميها بلبس غلط، بطريقه غلط، بفهم غلط، بفرجه غلط، بكل حاجه. تمام. فهي بتبقى النشأة اساسا. دلوقتي برضو الجيل ده بقى عنده جنون البراند والترند، يعني عايز يلبس ساعة براند، لبس براند، حتى الأكل بقى براند. دماغهم وتفكيرهم ليه بقت كده؟ من اين لك هذا؟ بتجيب منين؟ شغلتك ايه؟ انت شغلتك ايه عشان تلبس براند؟ يا من ماما يا من بابا. فهم دولت اللي مبوظين ومساعدين على بوظان الشباب والبنات. الجيل ده اللي يلاقي مصروفه تحت المخدة ما هو اللي بيعمل كده، إنما لما ينزل ويشقى ويعرف قيمة الجنيه وبيتعب إزاي عشان يجيب الجنيه، هيعرف قيمة الجنيه اللي بيصرفه على البراندات وعلى الساعات والكلام ده. ايه الفرق مثلا معلش في الكلمة ان الساعة اللي هي البراند اللي هي ب1000 وحاجة مش ساعة ام 200 جنيه ولا 300 جنيه؟ ما دي بتعرفك الوقت ودي بتعرفك الوقت. يعني ما هو الفرق في كده بقى. والله العظيم ما في فرق، والله ما في فرق. عشان ما فيش رقابه في البيت، وبعدين بيطلع العيل يشتم ويعمل ويتطاول على الكبير ويبقى فرحانين بيه والاب ينميه فرحان بيشتم عمه وبيشتم خاله، فالعيل بيطلع من صغره خد على كده فيكبر يبقى كده. طب لو هنديهم نصيحة لوجه الله، لوجه الله تنصحهم تقول لهم إيه؟ يرجعوا لدينهم. الاب نفسه يراجع دينه، الاب والام يراجعوا الدين بتاعهم بيقول ايه وكده، فما يرجعوا لده هيوصلوا للحاجه الصح والحاجه كويسه، والعيل يرجع زي زمان. العيل زمان كان اللي بيطلع طفل وبيطلع كبير كان بيتعلم على ايه؟ كان عند الجاز ويقعد على نور عمود بتاع في الشارع، والتلفزيون كان يلم الكل وكل يتفرج على مسلسل اجتماعي فيها قصه وفيها كده وكل قاعد متجمع عليه. دلوقتي فين ده؟ مسلسلات كلها زي ما انت بتشوفها كلها شغل بلطجه وكلها خناقات، وفي الاخر تلاقي المجرم بينتصر وبيعمل وبيحقق وبيبقى كل امان الشباب والاطفال ان المجرم هو اللي ينتصر على الحكومه وينتصر على الحق وينتصر على كل ده. الله يبارك لك، والله الله يبارك لك.